اقولك، هو ليه جوزك مش بيتكلم معاكي وعمره ما شاركك او صارحك بشيء من اللي وجعه؟ وليه دايما ساكت وبيخبي ومش بيشاركك اي تفصيلة في حياته؟ تعالي النهارده اقولك سر عن جوزك متأكد انك ما تعرفوش. سكوت جوزك مش قلة ثقة فيكي ولا قلة محبة، لكن عمرك فكرتي ان جوزك معذور في سكوته ده؟ عمرك فكرتي انه من ساعة ما اتولد وهم بيعلموه ان الرجولة يعني الصبر والسكوت والقوة والتحمل؟ بيعلموه انه مطلوب منه دايما ان الكل يشوفه جامد وقوي، ومهما كان عنده من صراعات وضغوط ملهاش اخر محدش يشوفها. عودوه ان الراجل قوي وما بيشتكيش، وعلموه من صغره ازاي يخفي مشاعره، وان الراجل ما ينفعش يشكي او يعيط، وسكوته ده مش دايما صح ومش دايما غلط، لكن الغلط انه يكون مطلوب منك انك تكون جامد طول الوقت، ومش مسموح ليك تعبر عن خوفك او ضعفك. فتعالى اقولك الحقيقة دي، جوزك بيتخيل انه لما بيسكت معاكي انه بكده بيحافظ على موروث الرجولة جواه، والراجل عنده انه يدافع عن رجولته وصورته اولى من انه يشرح لك هو ماله وهو ايه اللي تعبه، لان مهما كانت حجم المشكلة اللي بيمر بيها فهو بيشوفها اقل من انه تنكسر صورة رجولته قدامك. فافهمي ده، انا مش بقولك ان هو كده صح، انا بوضح لك بس هو بيفكر ازاي وايه اللي بيدور في دماغه. فجوزك الراجل عمره ما بيحب يشوف نظرة الشفقة والاستعطاف في عيون حد، حتى انتي، فهو بيبقى شايفها كده وما بيبقاش شايف حاجة غير كده، على الرغم من انه ممكن يكون شايل حمول الدنيا وافكارها. فالست طبيعي مش بتفهم الضغوط اللي بيمر بيها الراجل دي، ومع ذلك بتكون معذورة لانه عمره ما بيتكلم ولا جرب يحكي اللي وجعه. فالراجل مهما كان اجتماعي فهو بيعيش في عزلة وحكايات في راسه محدش يعرفها غيره، وهيفضل مش قادر يتكلم عن مشاعره ووجعه بشكل كامل. فيا ترى انت فاهمة وحاسة ده من جوزك؟ فالأصل في الراجل انه اتربى على انه يكبت مشاعره، يكون شايل حمول وجبال ويقرر انه ما يتكلمش. فاوعي تحكمي على سكوت جوزك او تفسريه غلط على انه ضعف ثقة فيكي او قلة حب. فالرجالة عايشين في ضغط رهيب، لا عارفين يعبروا عن مشاعرهم لانهم ما تعودوش على كده، ولا لاقيين المساحة اللي يحكوا فيها، وده طبعا بيتحول لاكتئاب وعنف وعصبية على الفاضية والمليانة. فالحمل ده بيزوده الراجل على نفسه لما ما يتكلمش مع مراته. وانت كراجل فكها شوية واتكلم، لانك عادي انك تكون ضعيف، وخليك عارف ان كبت المشاعر وقلة كلامك ده ممكن يحرق اي علاقة في حياتك. وجزء كبير من مشاكل البيت في صمت الراجل الدايم وخوفه من الرفض. مش هتكلم عشان ما اظهرش ضعيف او فاشل، وما بتبقاش عارف ان الصمت والسكوت ده مش حماية، ده سجن بيحبسك وبيحبس اللي حواليك. فعود ابنك مهما بلغ عمره انه يترمي في حضنك ويشكي ويبكي، وجرب تتكلم مع اللي بتثق فيهم وصدقني هترتاح. وانت كزوجة اديله الامان، لان اللي ما بيتكلمش ده انسان خايف ان اللي قدامه يستغل كلامه في يوم من الايام. فانا بحكي لك عن مشاكلي مع اهلي مش عشان تعايريني بيها يوم لما نتخانق، بحكي لك عن تفاصيل المادية مش عشان تحاسبيني بيها، بحكي لك عن ضعفي مش عشان تستغليها ضدي في يوم من الايام. والسؤال اللي حابب اسيبه معاكم، هل صح تعبير الراجل عن وجعه وضعفه لمراته؟ ممكن صح يسيب رجولته ويبينه ضعيف قدامها؟ قول لي رأيك في التعليقات. سلام.